وكان زمان كان يا مكان، يا سادة يا كرام، وما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. في زمان من الأزمان وفي مزرعة واحد من الفلاحين كان في بئر، ولا في مية ولا في منفعة ولا في فايدة، بالعكس كان بئر مشؤوم، كارثة وهم مش للفلاح بس، ده لكل أهل القرية. كل شوية يقع فيه طفل من الأطفال أو حيوان من الحيوانات. أهل القرية طلبوا من الفلاح كتير إنه يردم البئر ده، بس للأسف الفلاح ما كانش بيهتم، وده مش لأنه مشغول أو مش فاضي، لا، ده بس علشان ردم البئر هيكلفه أموال كتير. لحد ما جه اليوم الموعود. في يوم من الأيام وقع حصان الفلاح نفسه في البئر ده، وكالعادة اتجمع أهل القرية وحاولوا ينقذوا الحصان. وبالرغم من إن البئر كان عميق جدا، لكن أهل القرية كان عندهم أمل كبير إنهم ينقذوا الحصان، لأنه كان لسه عايش وسليم. في البداية وافقهم الفلاح على كلامهم، بعد كده بدأ يفكر ويحسبها. التكلفة اللي هصرفها علشان أخرج الحصان من البئر هي نفس التكلفة اللي ممكن أشتري بيها حصان جديد، ده غير بقى إن الحصان ممكن ما يخرجش سليم، ممكن رجله تنصاب، وبكده ما يكونش منه فايدة بعد إصابته. وقعد يفكر الفلاح ويحسبها يمين شمال. افتكر الفلاح إن الكل كان بيتحايل عليه علشان يردم البئر ده من زمان، فقال إيه؟ أضرب عصفورين بحجر واحد، أردم البئر واتخلص من الحصان وحل المشكلة في نفس الوقت، وبكده تبقى التكلفة قليلة. راح الفلاح بسرعة لأهل القرية وقال لهم أنا قررت أردم البئر ده، وأمر لله أضحي بالحصان علشان ما تحصلش أي مشاكل تانية. أما الحصان فكان بيرفع صوته كل شوية وكأنه كان بيستغيث بالفلاح وعاوزه ينقذه. للأسف اتفاجئ الحصان بالتراب عمال يقع عليه، ورغم خوف الحصان وفزعه ما استسلمش، وكل ما كان التراب يقع على ظهره يهز ظهره فيقع التراب من عليه واحدة واحدة. بعد كده يحرك رجليه ويقف فوق التراب خطوة بخطوة. وبعد مرور وقت قليل افتكر الفلاح ان الحصان انتهى امره ومات، خصوصا انه ما كانش سامع له صوت. وكمل الفلاح في طريقه واستمر في ردم البئر، وفجأة الكل شاف راس الحصان. اندهش الفلاح، ازاي قدر الحصان يعمل كده؟ ازاي قدر يطلع فوق التراب؟ وعشان يعرف إجابة لكل الأسئلة اللي بتدور في عقله رمى تراب على الحصان علشان يشوفه بيعمل ايه. لاحظ الفلاح ان الحصان الذكي بيهز ظهره ويوقع التراب من عليه، وبعد شوية يحرك رجليه ويرفعها فوق التراب. هنا عرف الفلاح ان الحصان ذكي جدا، اخترع الحيلة دي علشان يقدر يخرج من البئر وينقذ نفسه. الحصان ما استسلمش للموت، ولما قرب الحصان من نهاية البئر نط بسرعة وخرج بره البئر. خرج الحصان يتنطط ويجري في كل مكان، سعيد بنجاته وفرحان. بشوية مجهود وشوية صبر قدر الحصان يحقق المستحيل. وبعد أن مضى ما مضى وكان ما كان تنتهي الحكاية ولا يتوقف الزمان. استنونا في نفس الميعاد وحدوتة جديدة من حواديت زمان، حدوتة عربية بالعامية.